الرسميه، الجلسه الرسميه عشان الاجازات هتبقى يوم الاربعاء زي ما حضرتك قلت. بس في الاول وفي الاخر ان لا، في ادانه على كابتن سيد. المهندس انا بريده النهارده معايا لما سالته على حاله الكابتن سيد عبد الحفيظ لجنه الانضباط قال لي مش حاجه زي دي. لسه ما جالناش تحليل لحد. بس لسه ما جاش تحليل عشان لازم تبقى في مجلس الاداره، تتعرض على مجلس الاداره. تمام. بس هو في كلام ان كابتن سيد يتوقف. تمام. بس هي لازم تتعرض على لجنه الانضباط وهم اللي يقرروا. تمام. زي ما هم عايزين يروحوا للرابطه عشان يخففوا عقوبه محمد الشناوي. عايز اقول لك خبر مهم جدا، محمد الشناوي لاعبا وحارس مرمى لمنتخب مصر في كاس العالم اهو من دلوقتي. هسمعها لكم. محمد الشناوي سيكون احد حراس مرمى منتخب مصر. خبر على مسؤوليه احد حراس مرمى منتخب مصر في كاس العالم، سواء 2 4 هيكون متواجد مع منتخب مصر. اتفضل. عضو بارز في النادي الاهلي قال لي حرفيا كده احنا بنضغط على اتحاد الكوره، احنا بنضغط عشان نجيب حق النادي الاهلي. يعني هو عضو قال لك كده وانت شفرتيه خالص؟ لا وانا قلت اسمه. خلصتي عليه؟ هو انا قلت اسمه؟ لا هو بيضغط حقه مش بيضغط. ده على مسؤوليتك انت. على مسؤوليتي انا ان هم عايزين ان ياخدوا حقهم ويضغطوا على ايوه ماشي يعني في فرق بين يضغطوا وياخدوا حقهم. لا ما هو هي هتيجي ازاي؟ الضغط يعني ان انا اخد حقي. هي هتيجي ازاي؟ افهمك كده. افهمك كده. يبقى انت كده ما خلصتيش على الراجل. لا انا مش هخلص، انا ما بخلصش على حد، انا بقول معلومه عندي وانا متاكده منها. تمام. اوكي. هتخلص على ايه بقى؟ ايوه. النادي الاهلي يوم الاربعاء في اجتماعه هيصر على سماع الفار. مش هيحصل. معلومات انا اهو. ماشي. يا مصادري المتواضعه موضوع الفار ده مفيش مشكله. مش هيحصل. بس هم هيصروا على كده. على الاهلي يتعامل على هذه المعلومه. يعني هنشوف. يلا بينا. ما هو طول ما اتحاد الكوره مش عارف ياخد قرارات صارمه مع الانديه يبقى كلام حضرتك اوقع. تمام. اتفضل. انت صحفيه ومسؤوله عن كلامك. انا مسؤوله عن كلامي. اتفضلي يا فندم. نخرج بقى من اتحاد الكوره. لبست عضو مجلس لا والله انا الحمد لله.